تيبدا الفيلم مع ثلاثه الشباب ولا الدرب، امينه وعزيزه واخوها فريد. في الطريق ديالهم دليس هما اللي سميتها فاطمه، هي معلمه الكاطو والحلويات، حتى الوصله باش ديها الطيبه في الفران حيت لا غد لا يكون رمضان. وفي الطريق ديالهم غادي ينتظروا على القرايه، فامينه دايره تخصص ادبي والحلم ديالها تكون صحفيه، وفريد الحلم ديالو يكون مهندس. تيجي هما الاولين في المدرسه وتيفرقوها في النقاط، لكن عزيزه جاتها الغيره حيت هي لا قرايه لا طياب، وثلاث سنين وهي كتسقط تنجح عام وترتاح. الحلم ديالها هي تزوج عندها ما دار باش يقراي، وراه مشاو لليس. هادي بان العيال ديال الدرب في الكوزان تيصاوبوا الكاطو والحلويات، فاطمه هي المعلمه ديالهم، فكانوا هما تيتعاونوا تما ولا توقعوا هاد الحاجه، لان حوريه كتعيق عليهم وكتبان على صحاباتها بالدماج ديال الذهب، وهي تتقلل من فاطمه وكتقول لها هازك خدام غنزرو ان راجل ذهبي متعني وتيشري لي اخر ما كاين في السنس للدماج ديال الذهب. ولكن فاطمه ما تسوقاش ليها وهي راضيه بالنزار ديالها. المهم هو انهم تتجاوروا، لكن حوريه بقات تشوف فيها بالنظرات ديال الحسد وما عجباتش الحال. سجرت ما داوش فيها وكملوا الخدمه ديالهم. اول فطور اليوم في رمضان كان فطور متواضع ومرضي وقناعه على مقاله الماده. في العالم الموازي كاينه حوريه وبنتها عزيزه اليوم بجوج مطرقين في الطياب، كلشي شارينوها من الزنقه. تما فريد يطلع على اختو حيت صابت واحد الكخيب اللي كلا كيسمع ثلاثه الاسئله، وحتى من القدمات بسببه. مورا اذنه المغرب وبا سكتوا مفطر وداز هاد رمضان. وفي الليل ديال العيد خرج جواد وعلال يوقفوا في الحومه، وتما لقاو الغياط. هادشي اللي كيفكرنا في التراث المغربي والعادات ديالنا الواعره. ولكن واخا ليت العيد باقا فاطمه خدامه وخاصها تكمل كوموند الناس، وامينه كالعاده مشات تجيب القصدير ديال الفرن في الطريق ديالها طيح ليها، ولكن فريد شد لها قصديره وصلها معها حتى للدار. عزيزه خسرت لهم الفراجه وفرقاتهم، مشات معها عند امها جاب الكوموندو، لقاو تما فاطمه خدامه موقفاتش كاع. هادشي اللي جاب ليها العيا اللي طيح لها الطونس. مشيت دواتو يجيو يكتشفوا انها كانت حامله، واخا عمرها كبير في الرغم الفقر ديالهم رضاو بالقدر والحمد لله. كانوا كيطلبوا الله يرزقهم ولد، كانوا يسموه ياسين، وكاع الناس فرحوا ليه الا حوريه ما عجباتش الحال، وقالت لها انت كبيره وما بقى لك الحمل، ما غاديش تقدي له هذا الحمل في هذه الوقيته صعيب. ابخي دخل بحالهم الدار، تما لقاو فريد باعث لدفشة الرياضات في الحفاظه، وتما حوريه غوتات مع رجلها حيت ما عجباتش الحال انها خلت فلوس تدويزه ديال الحمل. قال لها ما تحسدينيش تاع الاجر، خليني ندير الخير. موراها لقاو عائله متواضعه فرحانين بهذا المولد، ولكن رغم حملها بغات تنوض تكمل الخدمه، ولكن راجلها ما خلاش وقال لبنتها انا تمشي تكمل الخدمه هي، وهي اصلا كانت معلمه تاع وسالت كاع الخدمه دمها وطلعت للسطح باش تنفس. الفيلم داروا بنمط قديم بدايه الالفينات حيت ما كانوش التليفونات ولا البيسيات، كانوا غير الراديوات. تما كان مشهور واحد الاذاعه وباقا حتى دابا اللي سمير الليل، فهي متبعه هذا البرنامج، وبالصدفه تلاقى مع فريد اللي حتى هو متبع كيعجبو. توزو واحد الوقت زوين، تما دار واحد الاغنيه قالت واش تعجبك هذه الاغنيه، وقال لها كتعجبني دار الصحاب، لكن غطلع عليها باش يدير لها خطره ويدوز معها وقت طويل. وتما امينه تبح بواحد السر انها ديما كانت عندها احساس زوين للفرد من الصغر، ديما بجنب ديالها من الصغر، ديما كتحس وديك الاحساس زوين غادي تيكبر مع الوقت. نهار الموعود اللي هو العيد الصغر في الدار ديال الحوريه، واللي كانت توجد الطابله لا يفطروا فيها، ولكن عزيز كانت تدرس تعاون ممكن كانت تدير هكا. باش حصلت ما قالت لها تشوهينا وبا غادي بيتنا في الزنقه تحيدي، وما بغات حتى قصحت معها وشدتها مصارعه ما تحيداتو. مدى تجي امينه وشكرتهم حتى نتوما البارح، جبت لهم الحلوه وباركت لهم العيد وفريد، ولكن مو جرت عليها بدون احترام. دا الصباح العيد وتكون كتهضر حوريه في التليفون تبان لنا حقوده تتنافق في صاحبتها، وانا ما تستاهلش تحمل. هي كبرات عاد بغات تولي ترضع كاع دوك الامثله العوج ديالنا. ولكن عزيزه توقف وتقول لها ما تبقايش تدوي في مرة بحال هكا بالخايب، راه صاحبتك ديما كدير لك الكاطو كتشد نص الفلوس ونص الفلوس كتسمح فيها، وهي ما رضاتش ويتشير عليها بصندال وجه خوها وجرها. الطريق ديالهم تلاقوا بامينه ومشاو تما تبان لهم هديه ديال العرس، وعزيزه تمشيو تبقى تشطح وتضحكوا والناس يعلقوا لها امها تحصلها وتشير عليها بصندال وتطاقت لها تما. ففريد جر امينه ويهرب وحتى مبغاش يتما الغود ديالها. الليل تبان لنا جنيه تتموسق وتتلعب، ولكن ما توقف عليها بحال الملكه وغوتات عليها وقالت لها بغات تشوهين. وفطرت الثاني ديالنا لقاو عائله متواضعه للزمان في البنت تعجن وما كتحت الجلابه ديال راجلها حتى يمشي للحج، ولكن هو قال لها بارك عليك انت ما حول على راسك، قول البنت نوضي تحفظي حيت عندك الباك. كما فاش تنوضوا الدوره تلقاهم تيلعبوا بحال شي دراري صغار سلتي بين انهم مزوجين الحب. رجعوا الدار الاولى اللي لقاو فريد مع الناس ديالو باقي كيحفظ، وتما دخل عنده اختو وتلقى عنده تصويت صاحبته وتعرفوا انه كيبغيها. من داك النهار وجات بلاني ليهم قد لهم برامو باش يتلاقاو. لهم واحد البرانيات كتب رساله غراميه وتلاقيهم، عرف ان اختو اللي كتبت ديك الرساله حيت امينه خطها زوين وما تنساش الاخطاء الاملائيه. بقاو تيقراو داك الشيء وكانت مسائل الحب بيناتهم. من تما مشاو للمدرسه ديال فريد كان كيتعاود معاهم في العشاء، وان اخوه ولا انجينيور حتى هو باغي ولدو يكون بحالو. تما شنو ولاد عزيز تزار امينه وقي مع فرد يقول لهم باش نبريباري دارنا، ولكن يطلق العصافير ديال الحب ديالهم باش يهضروا مع بعضياتهم. ومن تما العلاقه ديالهم بدات تطورات وكانوا تما تيخرجوا كيدوزوا وقت زوين مع بعضياتهم. من بعد السي جواد يكون شاد الطريق الحج ودعاو معاه الناس ضربوا كلشي فرحان الا حريه الوالد. عجبات الحال وقالت البنت موتها غير الحج وما فقر ومرتها تولد وما كان لا خدمه لا والو، ولكن تما تقول لها بنت حشومه راه فاش تولد مرتو غنفرحوا حتى هاد الفرحه ديال الحج والفرحه ديال الولد. وبلا غلط معايا فما ما كيسكت تقول لها قصه الحب ديال فريد وامينه وانه غيتزوجها. تما ما تعصب ونوضوا فيه 10 جنون انه ولدها خاصو يقرا ما عنده ما يدير بنت نجار وما ماشي بحال في المستوى. تشكات لامها قدامها وقالت لها شدي بنتي بعد مولدي وحنا ماشي بحال وراه غتخرج عليه وخاصو يقرا وخاصو يمشي لفرنسا. فما ما عجباش الحال
تما فاطمه تخاصم على بنته وانها خاصها دار في قراته وجبد على تخرب. جا باين فريد كملوا الطرح وغوت عليه وان هذيك البنت نزار ماشي من المستوى. هادشي اللي تيبان انه والدي متكبر واخا جا صاحبو كاع ما راضي بيه ونصحو باش يشد الباك ويكمل قراته في فرنسا وخاصو يقرا 5 سنين باش يولي مهندس. ديك الساعه بغا يتزوج يشوف له وحده اللي تكون من المستوى ديالهم وهمه وشا. جات عزيزه اللي بغا خاصو الفيزا باش تواسي صاحبتها وان ما كانش ناويه حتى تبيع بها ولكن خرجت ليها عدت ليها ان حتى فريد غسلو في الدار وما خلوه فيه غير النساء واخا هكاك هو دافع عليها وباغي يتزوج بها. اعترفت انها تتبغيه وما غاديش تسمح فيه تما مشات صاحبته يدخل عندها وقالت ليها ديها في قريتك حتى الا كان فريد تيبغيك راه ما غاديش يدي السخط دواليدي. من بعد العطله رجعوا يقراو تما خطات لهم شني ولاد اختو باش يتلاقاو في الجرده ولكن المهم سمعتهم مسترجم ومشات جابت فاطمه ورات بنتها مع ولدها وقالت لها تعطيني تيسا ودات لهم الشويه تما في الزنقه وكلشي كيشوف. عاودوا المطاعم ثاني في الدار وتما يغوت عليه باه ويقول له بعد امينه ولكن هو مرت تقول له انه يتزوج بها وهما غا حكار. تما طلق له واحد المسمنه من الاذان ديال مصر والمسخوطه ديال الفعال جماعه العيال ديال الدرب. المراه اللي كاريه لفاطمه وبناتها وراجلها وطلبات منها تزرع عليهم حيت ما غاديش يقدروا يخلصوها حيت المراه حامله ما غاديش تقدر تخدم على راجلها وراجلها اصلا في الحج ولكن مولا الدار بقاو فيها وما بغات تزرع عليهم. قلت لهم هذوك واخا هكا كيجيبوا لنا رزقهم واخا يكون معطل المهم كيجيبوا لي وانا كنتعاون مع الناس. فهي ما عجبهاش الحال دوزتها بكاس داتي اللي كانت عزيزه على باش تواسي صاحبتها حيت جاتهم خبر ان مجموعه ديال الحجاج المغاربه تلفوا ولكن تما ما تحبسها وما خلاهاش تخرج. قالت ليها دبرت لك على سوار ولا مشيتي ما غاديش نزوجك ليه. لكن فريد مشى يزورهم يواسيهم واي حاجه بغاو هو راه في الخدمه. وبعد عناء طويل رجع الحاج ديالنا من الحج نصحها مزيانه وفي اللي داروا قهوه مع لالو لكن جا واد قليل منه قال له خصك تشد بنتك على ودي وانه ماشي من نفس المستوى هو خصو يولي مهندس يمشي لفرنسا وانت بنتك كتبقى هنا ولا بغيتي تزوج شي وحده من المستوى ديالها. فجا واد رجع للدار وعاود ليهم انه حقروه بنته كان هو خدام وقرا كون كلشي كيحترمو عنده لا منضله تقاعد لكن مرته كتبرد فيه تقول له الحمد لله ان راه حنا مستورين ماشي مشكل فتجي مع الوقت وبنتها راه غادي تخدم وتولي احسن لنا وتهزنا وتهز خوها وتهز كلشي ان شاء الله. هادشي اللي كانوا ناويين هما. في الليل فريد يجمع الحوايج ديالو ويمشي يسكن مع صاحبه حيت والديه ظالمين وحقارين وما عجبهمش الحال وما كيفهموش. من بعد ايام الوالدين ديال فريد صيفطوا عزيزه باش تهضر مع امينه حيت ان فريد خوا الدار على قبلها وخاصها تهضر معاه باش يرجع لدارهم وهي هضرت معاه ورجع لدارها وتما با قال ليه قراو فاش تولي عن جري يكون خير. بالفعل مشى هضر مع باين امينه ما بغيت تناسب معاهم لكن المهم ما تيقاتش فيه قالت له انه داير هادشي غا باش يخلي ولده يقرا ومورها غيبدل داكشي. بنت ما ساعتو ان خصها تركز في القرايه ديالها وما ما دار شي زواج. واجا اخر العام ويعني النتائج امينه تجي الاولى في المدرسه بمعدلات 18.66 هسه فرح وليدها ويعرض على الناس القهوه كاملين ويخلص عليهم. الليله كون فريد تا هو نجح بمعدل مزيان بغات تهضر مع انه خصها تدفع المدرسه ديال الانجينيور باش يتقبل في اقرب وقت. تما اسمه هو ديال واحد المراه فاش طلعوا يلقاو فاطمه دايرينها لا بالونس حيت طاحت من الدور لكن للاسف فاش داوها وجابوها كانت طفله حيه ولكن هما بغاو الولد ولكن واخا هما بغاو ولد وهي ولدت بنت حيت ديك الوقت ما كانش التطور باش تعرفوا ولد ولا بنت كانوا كيعرفوها حامله صافي. لكن فاش جابوها وصارح امينه وانها ماتت وانها كاينه بقات اختها وما ماتت بديك الطيحه يخلى امينه في صدمه واكتئاب لمده طويله. لكن واخا هكاك فريد ما سمحش فيهم يبقاو معاهم اكثر من والديه وديما كيعاون كيصرف عليهم. يجي يواجههم ويقول لهم ان ما باغيش يكمل قرايته وخاصو يتزوج بامينه لكن با شرح لي اقل ترشي كترشي وعطى المثل بجاره مجاود وفاطمه وكون كانت عندهم الفلوس كون كاع ما مات الام. لكن فاش تلاقى مع امينه ما بغاش تزوج به حيت الحاله ديالو ما تساعدش وهي خاصها تقابل حتى ياسمين وخاصها تكمل قرايته في الليل ترحل هي وبا واختها البصه بعيده فهو تصدم ولكن واخا هكاك مشى كامل قرايته. وبعد 15 عام يكون والدين فريد وحوريه كبروا في السن وتيدويو معاه في التليفون انا متوحش يكون يحسب له ما يقع هكا كاع ما يصيفطوه. هكا كانت عزيزه ما عمر عليهم ضرب ولادها اللي هما في فرقه كره ونساو. من بعد عزيزه ولدها هضر مع واحد البنت هي اخت امينه اللي سميتها ياسمين وتما امينه تبقى تهضر معاه وتعرف انها هي اخت فريد وتقلب على الفيسبوك ديالو وطلع عزيز عاوتاني تلاقي فريد وامينه وتهضر معاهم وتلاقيهم في الجرده اللي كانوا ديما فيها. بعد مده تكون امينه جالسه كتسنى بفارغ الصبر يجي عند فريد وتما هو يشوفها وتلاقاو بعد مده طويله ويتزوجوا. الفيلم ديال الطريق اللي هو فيلم زوين ردنا الذات القديمه ديال المغاربه وهي مثل الحشمه والحب الحقيقي. عبر من الفيلم هي ان اللي ديالك كل يوم كتاب لك هو اللي غيوقع واخا طلع السما وتهبط. ما تنساوش لايك وابونو وخليو لنا الراي ديالكم في هذا الملخص. نتلاقاو في فيديو جديد. بيس.